تخيل عندي 42 سنة ولسه مش عارف لغاية دلوقتي هتعلم ايه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انك محتاج تسمع اللي جاي. انا قعدت فترة طويلة بسأل نفسي سؤال بسيط: ايه اللي المفروض الواحد يعلمه لاولاده عشان يضمن مستقبلهم؟ يعني اعلمه برمجة ولا يخش ديجيتال ماركتنج ولا يلحق الذكاء الاصطناعي قبل ما السوق يتملي، ولا اعلمه بيزنس حاجة مضمونة وبتكسب وخلاص؟ حقيقة قعدت افكر في الاخر وصلت لحقيقة غريبة جدا. كل الحاجات دي اتغيرت، والمفاجأة ان حتى انا شخصيا مش قادر اقول المفروض اتعلم ايه الخطوة الجاية. والله يعني عندي 42 سنة ولسه بتعلم، ومش عيب بالمناسبة، العيب انك تفتكر انك خلصت. وانا بدور في وسط كل ده اكتشفت ان السؤال نفسه غلط. السؤال مش اعلم ابني ايه، السؤال الحقيقي هو اعلمه يتعلم ازاي. وده فرق كبير جدا، لاني لقيت ان اهم حاجة لازم نعرفها دلوقتي انك تكون جاهز تتعلم اي حاجة وفي اي وقت وبسرعة. وده مش سهل على فكرة، لان السرعة دي محتاجة مهارة اسمها المرونة. يعني عقلك يبقى قادر يغير اتجاهه ويتأقلم مع اي تحدي جديد. يعني تدخل مجال جديد عادي، تبدأ من الصفر سهلة، تتغير كل قواعد اللعبة ولا يهمك. بس المرونة دي لوحدها مش كفاية، لازم كمان يكون عندك ابداع، لان من غير ابداع هتبقى مجرد تابع تقلد تمشي ورا السوق لكن عمرك ما تخلقه. كمان لازم تبقى عارف الادوات، مش بس اللي في ايديك، لا كمان اللي لسه ما ظهرتش. كل الكلام ده مش طالع مني انا، ده نفس الكلام اللي قاله سام التمان مؤسس شركة اوبن اي اي لما المذيعة سألته تنصح الابهات يعلموا ولادهم ايه عشان المستقبل. قال ببساطة: علموهم يبقوا مرنين، يتعلموا بسرعة، يكون عندهم ابداع، يعرفوا يتعاملوا مع الادوات، لان العالم اتغير والمهارات اللي كانت زمان بتفتح لك باب دلوقتي بقت مجرد مفاتيح مصديه. فاللي يسالني النهارده: يا محمد اتعلم برمجه ولا ديجيتال ماركتنج ولا بيزنس ولا اي اي؟ برد عليه واقول له: ولا واحده فيهم هتنفع معاك لو مش بتعرف تتعلم صح. لو دماغك تقيله ومرونتك صفر وكل فكره جديده بتخوفك، يبقى اي مجال هتدخله هتبقى مسجون جواه. تعليم ولادك مهاره التعلم اهم 1000 مره من تعليمهم اي مهاره تانية، لان اللي بيعرف يتعلم بيقدر يشتغل اي حاجه في اي وقت ويسبق الكل. بس كده.